أسهل وصفة لو نفسك تعمل أكل سريع كله في طاسة واحدة. سهلة جدا وسريعة وريحتها جميلة وطعمها روعة. هنجيب صدور البانيه ونقطعهم مكعبات مع البطاطس مكعبات في الفرن أو في الإير فراير بالجبنة الكريمي سايحة، ومش هتبطلوا تعملوها. من أسهل الوصفات اللي انتوا ممكن تعملوها. طريقة سهلة وسريعة جدا وتنفع في أي وقت، غدا أو عشاء. التوابل سهلة جدا، هنحط معلقة صغيرة من كل نوع، معلقة ملح، كركم، كاري، زعتر، بابريكا مدخنة، توم باودر، فلفل أسمر، معلقتين زيت زيتون، رشة ريحان، وفصين توم. التوم هنا بيديها فليفر عالي جدا وبيديها طعم مختلف خالص. نبدأ بقى نقلبهم كويس جدا لحد ما يشربوا من التتبيلة، وبعد كده نسيبهم في التلاجة لمدة مثلا ساعتين تلاتة. لو مستعجلين عليهم أقصى حاجة يعني نسيبها نص ساعة. هتغطوها بورقة ستريتش وتسيبوها في التلاجة. أهم حاجة تغطوها كويس. هنبدأ نجيب البطاطس بتاعتنا، نقطعها مكعبات زي اللي انا مقطعها كده بالظبط، هنحطها في الفرن. عايزين تحمروها حمروها، بس الفرن احسن لكم، او ممكن في الاير فراير. هنبدأ نحط عليها نفس التوابل بالظبط اللي احنا حطيناها على الفراخ، وهنقلبها كويس جدا في التوابل دي. وبعد كده نحطها في الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد من تلت ساعة ل 25 دقيقة بالظبط. هتحطوها على الرف اللي في النص، وتولعوا الفرن من تحت، ما تولعوش الشواية عليها عشان ما تتحرقش، هو من تحت بس، ما بتاخدش وقت خالص. نبدأ نجيب بقى طاسة معانا، نحط فيها شوية زبدة ونحط فيها الفراخ. نشوح بقى فيها الفراخ كويس جدا، تبدأ تتشوح معانا الفراخ وتخش سوا. هنحط نص كوباية لبن ومعلقتين جبنة كريمي عليها، هيدوا طعم حلو جدا للوصفة دي. جربوها وقولي ايه رأيكم فيها. هنبدأ نقلبهم كويس جدا مع بعض بحيث كله يتجانس مع بعضه، والجبنة واللبن وكله يتجانس مع الفراخ. هي الفراخ تعتبر استوت خلاص. ممكن نستبدل النص كوباية اللبن ونحط مكانها نص كوباية كريمة طهي. بعد كده نبدأ نقلبها كويس جدا ونسيبها تستوي. هنجيب بقى الجبنة بتاعتنا، الموتزاريلا أو الشيدر أو البارميجان، أي نوع جبنة بتحبوه. هنحط عليها شوية جبنة ونقلبهم كده عشان تبدأ تديها طعم كويس جدا. خلاص تعتبر استوت معانا. هنا أنا حطيت جبنة موتزاريلا. خلاص تعتبر هي كده استوت. هنقلبها بقى تقلبتين كده كويسين حلوين مع بعض كده، بحيث كله إيه، تبقى الجبنة بتمط كده ويبقى طعمها حلو جدا في الأكل. البطاطس اهي استوت معانا، طلعناها من الفرن. هنحط البطاطس فوق الفراخ، نقلبها تقليبه كويسه جدا. خلاص هو كده يعتبر كله مستوي. حطها بس على نار هاديه 10 دقايق، ونحط لها شويه جبنه كده من فوق، ورشه بقدونس حلوه كده عليها، ونغطيها لحد الجبنه ما تبدا تسيح معانا. اول ما الجبنه تسيح خلاص هو كده يعتبر خلاص الوصفه جاهزه. بالهنا والشفا، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم لايك وكومنت واشتراك في القناه، واستنوا الوصفه الجايه.